الحوايج اللي معروفين بزاف على الملك محمد السادس هو حب القراءة والمعرفة، خصوصا في التاريخ والاقتصاد والعلاقات الدولية والسياسة العالمية. كان كيقضي ساعات طويلة في القراءة وفي التعليم، وهذا الشيء بان من بعد في الطريقة اللي كيخطط بها في المشاريع الكبرى. من صغره في الشباب ديالو كان كيحضر في الزيارات الرسمية، وهنا بدات مدرسة أخرى، مدرسة سياسية حقيقية، لقاءات مع رؤساء اجتماعات دولية، مفاوضات، قمم عالمية، تتخلي شاب صغير كيشوف هذا العالم كامل بعينيه. وهاد اللقاءات كانت كتوجد الملك مستقبل بطريقة مباشرة. كلشي تبدل في 1999. المغرب كامل كان متبع الأخبار، ووفاة الحسن الثاني كانت صدمة كبيرة، وفي هاد اللحظة ولي العهد ولا هو الملك. لحظة تاريخية وصعيبة بزاف. الناس كاملين كانوا كيتسائلوا واش ملك شاب غادي يقدر يقود بلاد. من داك اللحظة بان أن الملك محمد السادس عنده أسلوب مختلف، كيركز بزاف على التنمية، طرق السيارات، قطار سريع، استثمارات، طاقات متجددة، موانئ كبرى، مشاريع بحال بناء طنجة المتوسط، نور والرزازات، خلاو المغرب يدخل في مرحلة جديدة.